عارفين إن في بني آدم التاريخ سجل إنه اتشاف في كذا قرن بنفس الوش بالظبط، لا عجز ولا كبر ولا حتى مات موتة طبيعية. إحنا بنتكلم عن الكونت سان جيرمان، الراجل اللي قابل ملوك أوروبا وقال لهم جملة هزت العالم: أنا لم أرث حياتي من أهلي، أنا ورثتها من روحي. ظهر في القرن ال18 من غير أصول معروفة، وكأن تاريخه بدأ فجأة. كان بيتكلم 12 لغة، بيعزف الكمان كأنه سحر، وعارف أحداث حصلت قبل ميلاده بقرون كأنه كان حاضرها بالظبط. الناس افتكرت إنه خيميائي أو ساحر بيحول التراب لذهب، بس سره كان أخطر من كده بكتير. وهنا بقى نخش على السر اللي محدش كان فاهمه. حسب مصادر الصليب الوردي، سان جيرمان كان مؤمن إن جسمك وراثة من أهلك، لكن روحك هي الأساس الكوني اللي بيسافر من حياة لحياة وشايل معاه كل الأسرار. وكان بيقول إن الخيمياء الحقيقية مش في المعادن، لكن في تحويل فوضى الإنسان لانسجام وسيطرة كاملة على القدر لو عرفت تستخدم عقلك صح. بالنسبة لي الفكر ما كانش مجرد فكرة في دماغك، الفكر كان قوة تقدر تغير الكارما وتفتح أبواب مقفولة. والقلب ما كانش مجرد مضخة دم، ده معبد جوه شعلة لو عرفت توصل لها هتتصل بالوعي الكوني نفسه. عشان كده كان بيقول الخوف مغناطيس بيجذب لك اللي انت خايف منه. سان جيرمان تنبأ بالثورة الفرنسية بكل تفاصيلها قبل ما تحصل بسنين، ومات رسميا سنة 1784. بس بعدها ب50 سنة ناس أكدت إنها شافته في روسيا، وبعدها في القرن ال19 في اجتماعات ماسونية سرية. فهل كان إنسان فهم أسرار الروح، ولا مسافر عبر الزمن، ولا كائن سبق البشرية ولسه مستنيها تلحق، ولا كل دي حكاية من نسج خيال البشر؟ سان جيرمان ما كانش مجرد راجل، ده فكرة لسه عايشة وعايش فيها أسطورة الخلود. لو جاتلك الفرصة تعيش للأبد هتعمل إيه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وتابعوا باقي حلقات سلسلة شخصيات تاريخية حيرت التاريخ نفسه.